يا سيد ليش ما تشيل الكاب؟ هلا والله بالاسياد، اليوم معاكم في مقطع جديد وحلقة جديدة. اليوم ان شاء الله عندنا اسألني. قبل ما ابتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة اذا كنت مو مشترك، واذا تبون ننزل فقرة تسألني الفترات الجاية بشكل اكبر، كل مثلا ما نوصل 100,000 راح اسوي لكم. بس كتبوا تحت في الكومنتات اذا عاجبنكم الموضوع وتبوني اسوي هذا الشيء. المهم خلينا نبتدي على طول. طبعا الاسئلة اخذتهم من انستغرام، فاذا مو متابع الانستغرام حقي موجود تحت في الديسكربشن. يلا كلكم اشتركوا على طول في الانستغرام حقي. المهم خلينا نبتدي على طول في السؤال الاول. اول سؤال عندنا يقول: يا سيد ليش ما تنزل فلوجات؟ وشنو راح تشجع في كأس العالم؟ اخوك من العراق. طبعا ليش ما انزل فلوجات؟ حاليا انا مو حاط هذا الشيء من ضمن مجالاتي. ممكن في المستقبل يتغير الموضوع وننزل ان شاء الله فلوجات. اما بالنسبه للمنتخب اللي راح اشجعه ان شاء الله في كأس العالم، راح اشجع باذن الله المنتخب البرازيلي والمنتخبات العربيه. كتبوا تحت من المنتخب اللي راح تشجعونه ان شاء الله في كأس العالم. السؤال الثاني يقول: يا سيد انت اسمك سيد، هذا اسمك الحقيقي؟ هذا اسمي الحقيقي. اللي بعده يقول: يا سيد ليش ما تلعب فيفا؟ خويك من الجزائر. حبيبي والله تحيه لكل اهل الجزائر وكل الدول العربيه. قاعد انزل فيفا حاليا، الفتره الحاليه قاعد انزل كاس العالم. كاس العالم في لعبه فيفا. من اكثر يوتيوبر تشاهده؟ فارس من الأردن. طبعا أكثر يوتيوبر أتابع الفترة الماضية عندنا اثنيان، خالد وأيضا جمال عمواسي. أكثر يوتيوبرين قاعد أتابعهم الفترة الماضية، يعني قاعد أتابع تقريبا كل مقاطعهم اللي قاعد ينزلونها. يا سيد هل مفكر تسوي قناة تحديات غير الألعاب؟ طبعا أنا عندي قناة ثانية موجودة. القناة الثانية قناة عامة، ممكن أنزل فيها ألعاب، ممكن أنزل فيها تحديات، ممكن ردة فعل عن اي شيء. فالقناة الثانية فكرتها انها قناة عامة، ممكن انك تتابعها، وان شاء الله الفترة الجاية راح انزل فيها مقاطع كل ما كان عندي ان شاء الله وقت. سيد شنو مستواك الدراسي؟ انا حاليا طالب جامعي، وان شاء الله طبعا دعواتكم ان احنا نتوفق ان شاء الله ونتخرج باذن الله. سيد ليش سحبت على كريزي كرافت؟ بالنسبه لكريزي كرافت، في وقت ما كنت قاعد انزل السلسله حسيت ان الدعم شوي بدأ ينزل في السلسله، فقررت اني اتركها ممكن فتره وممكن نرجع لها في المستقبل. لكن الحين لما رجعت اشوف مشاهدات السلسله حسيت المشاهدات نوعا ما يعني طيبة، مو ذاك السوء، فممكن نحن نرجع للسلسلة في الفترات القادمة. بس محتاج اني اتعلم اكثر على السلسلة قبل ما ابتديها. وين تشوف قناتك بعد 5 سنوات؟ عن نفسي صراحة اشوف واتمنى ان بعد 5 سنوات نكون في اليوتيوب العربي تخطينا حاجز 10 مليون، فاتمنى القناة تكون في ذاك الوقت قناتي اكثر من 10 مليون. يا سيد ليش ما تشيل الكاب؟ يا سيد شنو افضل طقم بالنسبة لك في كاس العالم؟ في اطقم كثيرة عجبتني، من بينهم طقم منتخب الارجنتين كان صراحة نوعا ما جيد، وايضا عندنا طقم المنتخب النيجيري نوعا ما ايضا عجبني. يا سيد ليش ما كملت تلعب لعبة فورتنايت؟ بالنسبة للعبة فورتنايت صراحة اللعبة حلوة اللعبة، بس انا عندي مشكلة وهي ان اليوتيوب تقريبا كله عن لعبة فورتنايت، فلما انزل اللعبة شنو راح يكون الشيء المميز؟ ما اتوقع انه راح يكون في شيء مميز. لكن اذا تبوني انزل لعبة ما في مشكلة، راح انزل لكم. يا اخي انت سعادة، تحب اهل الامارات؟ اكيد شيء طبيعي. شو كان هدفك لما فتحت القناة؟ واتمنى تقول اسمي روضة. بالنسبة الى ليش فتحت القناة في البداية وشنو كان هدفي، كنت حاب المجال صراحة، وهدفي اني ابين الموهبة اللي موجودة عندي في اليوتيوب. مين تتوقع يفوز في كأس العالم؟ انا يزن، قول اسمي. بالنسبة لكأس العالم اتوقع المنتخب البرازيلي ممكن يكون المرشح الاكبر بالنسبة لي، وان شاء الله ياخذ كأس العالم. مين تتوقع يتألق من بين المنتخبات العربية في كأس العالم؟ صراحة ما أدري، بس أتمنى أن كل المنتخبات العربية تقدم مستوى ممتاز في كأس العالم. متى الأغنية الجديدة؟ الأغنية الجديدة إن شاء الله راح تكون شهر ممكن أو أقل من شهر إن شاء الله، وتكون موجودة على اليوتيوب. من تتوقع الثلاث المرشحين حق الكرة الذهبية؟ أتوقع ميسي، رونالدو ومحمد صلاح. هذا المفروض يكون الوضع الطبيعي. من متى وأنت في اليوتيوب؟ في قناتي الحالية يعتبر من سنة 2013. يا سيد ليش تربط أي سلسلة بعدد من اللايكات؟ بالنسبة لللايكات
اللايكات تثبت اذا انت تحب السلسله ولا لا. اتوقع اذا تحب السلسله وعاجبنك المقطع ما راح يكون فيها اي مشكله انك تضغط زر اللايك، لانك اذا ضغطت زر اللايك معناته انك تبيني استمر، اذا ما ضغطت زر اللايك معناته ان ما تبيني استمر في اللعبه. هل فرحت بعوده الاندرتيكر في الرسلمانيا 34؟ عن نفسي صراحه دائما افرح لما اشوف الاندرتيكر، بس للامانه في السنوات الاخيره بدا الاندرتيكر شوي ينزل مستواه بسبب انه كبير في العمر. فانا عن نفسي شخصيا كشخص يحب الاندرتيكر وهو شخصيته الرئيسيه اتمنى انه خلاص يوقف، لان ما احب اني اشوف الاندرتيكر بالشكل اللي هو حاليا فيه. صح انه فاز اخر مره، لكن ايضا ما احس ان هذا هو الشخص اللي احنا نعرفه، الشخص اللي قوي جدا. يا سيد شي يوم دخلت السجن مره واحده بس ذبحت 3 وخلوني السجن على طول. قويه صح؟ اوكي مع السلامه. ليش ما تسوي فيديوهات مع خالد؟ ان شاء الله راح يكون في سلاسل جايه مع خالد، بس اذا في اي لعبه عجبتنكم تبون نلعبها معاه طبعا ارسلوا لي اللعبه اللي تبونها. بس حاليا ما في لعبه تقريبا تستاهل مثل لعبه الهروب من السجن، ممكن ان احنا نسوي فيها مقاطع وتكون المقاطع قويه، فاذا في عندكم اي لعبه ارسلوها يا شباب. يا سيد شو اول لعبه لعبتها اول ما بديت اليوتيوب؟ طبعا في معلومه ابدا ما في اي حد يعرفها، الكل يعرف ان سيد بدا من 2013، لكن انا كان عندي قناه تقريبا في سنه 2008. القناه هذه كانت فكرتها غريبه جدا، كنت العب في ذاك الوقت في 2008 فيفا 9. ليش كنت العب فيفا 9 وش كنت اسوي بالضبط؟ كنت العب فيفا 9 وكنت في ذاك الوقت انزل مهارات اللعبه واشرح للناس كيف يسوون المهارات. ففي ذاك الوقت كنت اصور الشاشه بكاميرا ويب كام. كاميرا ويب كام، خلنا اجيب لكم كاميرا ويب كام. كاميرا ويب كام يعني نفس هذه تحطها قدام الشاشه وتصور الشاشه. فكانت الفكره في ذاك الوقت اني اسوي هذه الحركه، وطبعا ما راح اعطيكم اسم القناه، واصلا بس ذاك الجزء اتوقع، وبيس 9 بعد 2009 كنت قاعد اسوي فيها الحركه، وبعدها وقفت لين 2013 بديت البدايه الفعليه بالنسبه لي. ليش تحب لعبه بيس اكثر من فيفا؟ بالنسبة لي أنا دائما أحب أني أكون مميز عن الأشخاص الباقيين. لما كان اليوتيوب كله لعبة فيفا أنا رحت ألعب لعبة بيس، ودائما أسوي هذا الشيء مع ألعاب كثيرة. لما تكون في وقت هبتها ما تلاقون أني مركز عليها بشكل كبير، أركز على اللعبة الثانية إذا كان في لعبة ثانية. فهذا الشيء اللي خلاني انزل لعبة بيس، مو شرط ان مثلا فيفا افضل من بيس او بيس افضل من فيفا، فقط هذا الشيء اللي خلاني انزل لعبة بيس ونجحت فيها تقريبا. ليش ما تصور فلوقات لما تروح معارض؟ عن نفسي لما اروح المعارض احب اني اخذ راحتي في الموضوع، ما احب اني اصور وما شابه، احب اني اكون مع متابعيني واستكشف المكان واشوف وش الاشياء الموجودة اكثر من اني اصور. لكن ممكن في المستقبل يتغير هذا الشيء ونصور عادي. يا سيد عندك خوي اكبر منك يعني صديق؟ اصلا اغلب اخوياي اكبر مني. يا سيد ليش ما تفتح متجر الملابس الاسياد مكتوب عليها عبارات جميله؟ ممكن صراحه ان اسوي هذا الشيء، فرايكم هل تبوننا نفتح متجر ويكون في ملابس خاصه فينا؟ كتبوا تحت في الكومنتات. ليش ما تسوي تحديات مع يوتيوبر برا ماينكرافت؟ ممكن صراحة ان احنا نسوي هذا الشيء، فاذا تبون ننزل تحديات طبعا ما راح تكون في هالقناة، راح تكون في القناة الثانية، فكتبوا تحت. اخر سؤال عندنا، تحب السيارات وتهتم فيهم؟ عن نفسي السيارات اللي في الشوارع انا ما اهتم لهم بشكل كبير، لكن السيارات اللي اهتم لهم هم فقط سيارات السباق وبس، ما اهتم الا فقط لسيارات السباق، لان رياضتي المفضلة هي الفورمولا 1، واتوقع ان الاغلب يعرف هذا الشيء. فيا شباب هذا مقطعنا بشكل كامل، تابعوني على انستغرام تويتر واشتركوا في القناة اذا كنتم مو مشتركين، واذا عندكم ان شاء الله اي اسئلة ان شاء الله راح يكون في حلقات اخرى من اسألني. هذا مقطعنا بشكل كامل، نشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع اخر، مع السلامة. اللايك امره مهم، وين ما كنت ترى هذا الشيء امره مهم. انزل المقطع تنشر المقطع في كل مكان وفي كل تجيني اجيلك تشوفني اضمك لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم. لايكك واشتراكك وخلك من ضمن جيش الاسياد.